السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وبس جديد وموضوع جديد مهم جدا 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 يا صديقي العزيز. في البداية نصلي جميعا على الحبيب، فاللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد حبيبنا ورسولنا وشفيعنا يوم العرض على رب العرش العظيم. صديقي العزيز، قبل ما ابدا في الخبر اللي معايا وهو خبر مهم جدا وصادم جدا جدا جدا، كل اللي طلبوا منك انك تدعمنا باللايك الجميل وبالاشتراك في القناه. خبر من اهم واخطر الاخبار والاحداث اللي هكلمك عنها، ومش بكلمك عنها بمزاجي للاسف. السوق والسوقيه هو من ساقنا اليها. خبر وفاة نجم النادي الأهلي والحادثة الخطيرة التي عرض له، وقرار النيابة العامة. وقرار النيابة العامة لما بتاخد قرار زي ده ما بيبقاش مبني على الكنافة ولا الجلاش ولا البسبوسة، لا، ده بيبقى مبني على واقعة وبفعل فاعل وخطيرة وشديدة الخطورة. بيبقى مبني على واقعة وبفعل فاعل، والدنيا بتبقى خربانه. النيابه العامه مش فاضيه تلعب ولا تهزر ولا تتكلم ربع كلمه في اي حاجه تافهه. خلينا ابقى صريح معاك ومباشر معاك الى اقصى درجه ممكنه. النهارده يا سيدي الفاضل كلنا بنتفاجأ، كلنا بنشوف وكلنا بنتابع خبر تم تنزيله على الصفحة الرسمية لنجم وابن النادي الأهلي أحمد السيد زيزو. أحمد السيد زيزو، وخلي بالك إن دي مجموعة من الأخبار اللي معايا عشان خاطر تبقى فاهم ومصحصح كويس قوي في كل كلمة بقولها لك. أحمد السيد زيزو يا باشا بيقول لك إيه؟ بيقول لك النهاردة أنا تعرضت ل3 كوارث لا يمكن اي لاعب كرة قدم او اي بني ادم يتخيلها. المعلم بيقول يا باشا انه تعرض لمحاولة اغتيال كارثية، وان فعلا اللي كان بيلوح ويهدد بقتله كان يحاول قتله اليوم. اللي كان بيهدده كان هيعملها وكان هينفذ وعده ليه وكان هيخلص عليه. يا نهار اسود يا جماعة، هو معقولة في وقتنا الحالي في واحد عاقل او مجنون تجرؤ له نفسه بان يقضي على حياة انسان بسبب كرة قدم؟ والد احمد السيد زيزو تعرض لحادث خطير لانه هو اللي كان سائق للسيارة. الراجل مشكورا الحاج مصطفى راجع من القاهرة لبيت العائلة او لبيته او لقصره او لفيلته او لمنظرته او لمكان ما تحب تسميه سميه، على طريق المنيا الصحراوي عمل حادثة كارثية. حادثة جعلت النيابة العامة التابعة لمديرية امن المنيا تجري مسرعا تحرزها على واقعة الحادث. ده خلي بالك ان النيابة تنزل حادثة دي كارثة. والحاج مصطفى طلع ببعض الخطوش لستر ربنا عليه. سائق السيارة بسبب ان هو السواق وان الصدمة جت فيه، الصدمة الاولية جت فيه، عنده شوية تجلطات خطيرة في جسمه وفي الرأس، ونقل إلى مستشفى المنيا. الحاج مصطفى ببعض الخطوش وكسر في ذراعه. العربية فيها شوية تكسير كده بسبب الخبطة، بس تكسير عنيفة. الحادثة والواقعة إن سائق تريلا دخل في العربية. سائق تريلا بيعدي الطريق دخل في العربية ما اتقلبتش، ما عملتش، ما سوتش، ولكن يعني في خبطه جامده. الناس اللي بتسوق عربيات عارفه انا عايز اقول ايه كويس عشان ما اضيعش وقت الناس. مسرعا النيابه تحفظت على
مكان الواقعة، يعني راحت لفت الخبطة أو الحادثة ببلاستر أصفر اللون لتمنع مرور إحدى السيارات في هذه المنطقة، ونزلت حللت العربية والتصادم، ولما مسك التليفون سائق السيارة لقيت عليه كارثة بتفيد، كلامي واضح مباشر، الكارثة بتفيد أن والد اللاعب واللاعب بالسيارة بالسائق سيمر الآن من على الطريق، حد بيقول له 5 دقايق ويعدوا، وخلي بالك مش زيزو اللي سايق. يعني ايه؟ يعني في حد عايز يخلص على الواد، في حد هيخلص على الواد بالفعل. هو كانوا مستنيين زيزو وابوه والسواق فعلا، وعملوا اللي قالوه فعلا، ما تنهاش. عارف يعني ايه ما تنهاش؟ يعني حياة بني ادم ممكن تروح في التراب عشان ماتش كورة. يا نهار اسود على العبط، يا نهار اسود على العته. طب اهو زيزو ما كانش موجود في العربية، واللي كان موجود ابوه السواق، وزيزو اصلا في معسكر الاهلي يا شويه متخلفين عشان الماتش اللي هيتلعب يوم الجمعة القادم، وكل الهري والهقص والقيل والقال ما إلا في الفناء فقط ليس أكثر. هو كلام فاضي، كلام ملوش أي 30 لازمة بيتقال، راح جه شمال يمين كلام. المعجزة والمشكلة إن النيابة تقول السواق ده منين؟ من المنيا. السواق اصلا من بلد اللاعب، معرفش ازاي. والنيابه تقول ان كان في مكالمه بتنص على ان في اتفاق حادثه بفعل فاعل، حادثه بفعل فاعل وبقرار من النيابه المصريه. يعني لازم الموضوع يتم التحفظ عليه بقى. حادثه بفعل فاعل بقرار من النيابه المصريه، يعني لازم نشوف حل بقى. دي مش كرة خالص دي يا جماعة، دي ليس لها أي علاقة بالكورة. اركن بقى، بلا كورة بلا سبورة بلا كلام فاضي بقى، اركن القصة بتاع الكورة دي على جنب وشوف المصيبة اللي احنا فيها دي. يا ليلة سودة، انت متخيل معايا ان ابو زيزو كل اللي عمله انه، طب ابو زيزو ذنبه ايه؟ اصل ابو زيزو ده ولا بيهش ولا بينش ولا بيقول ولا بيعيد ولا بيعمل اي حاجة خالص، ده في حاله تماما تماما تماما. ذنبه ايه ان يحصل فيه كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله حسبي الله ونعم الوكيل. والله لو النيابة المصرية لم تتخذ القرارات الملائمة لهذه اللوائح والقوانين والكوارث والمصيبة وحادث وشروع في قتل بفعل فاعل، يعني اعدام. دي ما فيهاش كلام، دي اعدام وما فيهاش كلام. اسكت خالص، اعدام واخرس، ده اعدام مع الرأفة. الفضيحة دي والكارثة دي اعدام مع الرأفة، مش اعدام بس، ده اعدام مع الرأفة. وبكرر وبعيد، ده اعدام مع الرأفة. ومستنيين نشوف النيابة المصرية والشرطة المصرية هتجيب حقنا ازاي قبل ما نهنطش ونقول حاجة ملهاش لازمة. ونتمنى ان ما يكونش الكلام اللي بيتقال صحيح. اكيد انا مش هبقى مبسوط بسمعة النيابة والشرطة المصرية السيئة في مثل هذه القضايا، لان في مثل هذه القضايا بتحتاج لاتخاذ اجراءات لازمة وملائمة تليق بحجم الكارثة، تليق بحجم الكارثة. دي فضيحة. ومش هنسكت لما نلاقي لا اللاعب جاي لنا في صندوق يعني، بس برضو ننتظر اما نشوف قرار النيابة، ننتظر اما نشوف اجراءات النيابة، ننتظر اما نشوف آراء النيابة. مش هطول عليك يا صديقي العزيز اكتر من كده. دي كل التفاصيل اللي معانا في وقتنا الحالي. يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك وبالاشتراك في القناة وتشارك برايك في التعليقات. لو في اي جديدة بلغكم بأول بأول. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.